السلام عليكم. ازيكم؟ فاكرين قصه دكتور خفير وقصته مع حجر الايكا؟ لما قلنا ان الديناصورات انقرضت قبل البشر ب 65 مليون سنه وان احجار الايكا دول مزورين. اهو رضانا النهارده جايب لنا حاجه ثانيه بتقول عكس الكلام ده، عن تاجر الماني لقى بالصدفه وهو ماشي كده تماثيل لديناصورات وعن حضاره كامله عصرته. وكلامنا النهارده عن فلدمار وتماثيل الديناصورات القديمه. رضانا النهارده في المكسيك وتحديدا سنه 1944 لما تاجر الماني اسمه فلدمار ركب حصانه وطلع يتمشى بيه شويه في مدينه اكامبارو. المهم الحصان خبط في تمثال صغير كده على شكل ديناصور، وفلدمار كان تاجر لماح وبيعرف يغتنم اصغر فرصه بتيجي قدامه، فقرر يستثمر في التماثيل دي برغم انه ما كانش يعرف عنها اي حاجه. وتواصل مع فلاح مكسيكي وعمل معاه صفقه وقال له كل ما هتجيب لي تماثيل من دي هديك قصادها فلوس. تقريبا كده ما اتعلمش من صاحبه. المهم ان الراجل ما كدبش خبر وبدا يدور ويجيب له تمثال واثنين وعشرة. وفلدمار لما بدا يعرض التماثيل دي على الناس والصحفيين كله اكد له ان التماثيل دي جزء من حضاره قديمه، وان الحضاره دي قدرت تعاصر الديناصورات والكائنات المنقرضه على الارض، وانها هي اللي عملت التماثيل دي كوصف ليهم ولحياتهم. المهم وبمرور الايام الفلاح بدا يكبر وبدا يشغل تحت ايده حفارين اكتر واكتر، وبدا يلاقي تماثيل كتير جدا لدرجه ان فلدمار ما كانش قادر يشتري كل التماثيل دي، فبدا يشارك ناس عشان يقدر يشتري التماثيل اللي كانت بتوصل انها بتطلع بالمئات في بعض المناطق. والتماثيل دي بدات تخرج بره اشكال الحيوانات والديناصورات وبدات تجيب حاجات تانية زي الفراعنه واشكالهم وحياتهم وعاداتهم، والسومريين واشكالهم برضه، ووصلت القطع اللي جمعوها ل 33 الف تمثال. والتماثيل دي كانت بتحكي تفاصيل كتير عن حضارات وحيوانات ومدن، وكانت تعتبر ثروه تاريخيه وقتها. المهم عالم اثار اسمه تشارلز حب يعمل دراسات على الموضوع ده، وده عشان يعرف تاريخ التماثيل دي واصلهم ومين اللي عملها وامتى. والنتائج كانت غريبه جدا، يعني قال ان السطح ده معلهوش اي علامات قدم، وان بقايا التربه الموجوده على التماثيل بتقول ان هي كانت موجوده في القشره السطحيه للارض، وبدا يشك ان التماثيل دي ممكن تكون مزوره. بس الناس قالت ان الكشف ده كشف ظاهري ومحدش اخد بكلامه وكله استنى كلام المعمل، وبداوا يعملوا اختبارات حراريه على التماثيل دي اللي قالت ان التماثيل عمرها 2500 سنه قبل الميلاد. بس ثواني، 2500 سنه قبل الميلاد يعني ما شافوش الديناصورات اللي كانت قبلهم ب 66 مليون سنه، فازاي عرفوا يوصفوهم كده؟ ورغم غرابه النتيجه بس قالوا الحمد لله، المهم ان هي ما طلعتش نصب وان التماثيل دي طلعت بجد. وسنه 1976 لما التكنولوجيا اتطورت شويه جه اتنين علماء اسمهم جاري ومارك وقرروا ياخدوا 20 تمثال منهم ويدرسوه. واول اختبار كان التاريخ بالحراره، بس الاختبار ده فشل وما عرفوش يحددوا من المده بالظبط. ورغم ان الاختبار ده فشل بس كده قدروا يثبتوا عدم صحه الاختبار الاولاني اللي قال ان التماثيل عمرها 2500 سنه قبل الميلاد. وعملوا دراسات تانية اعمق وصلتهم ان التماثيل دي اتعملت في الاربعينات، يعني في الوقت اللي لقاه فيه فلدمار ده. وفضلوا يدوروا اكتر ويحققوا في الموضوع اكتر لحد ما عرفوا الحقيقه، واكتشفوا ان في عيله شغاله بتعمل التماثيل دي من المجلات العلميه وافلام الخيال العلمي مع شويه تعديلات كده بيحطوها من خيالهم، وبعدين يدفنوها وينادوا التاجر الالماني ويطلعوها قدامه ويقولوا له ايه ده احنا لقينا تماثيل. والتاجر الالماني كان بينبهر وبيدفع. وفي الاخر طلع ان الفلاح المكسيكي علم على التاجر الالماني وبيعوا اللي وراه واللي قدامه في شويه تماثيل بتتعمل في البيت. ودي تاني مره بعد حكايه دكتور خفير اللي اتنصب عليه في تماثيل برضه، واللي لو حبيت تسمع حكايته هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. وبس كده، بكده تكون خلصت قصتنا النهارده. وكالعاده طبعا ما تنساش تقول لنا رايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك حكايتنا الجديده، ولو انت على التيك توك ما تنساش تعمل لايك وفولو، وبرضه ما تنساش تعمل حركه الاكسبلور. سلام.